السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شيوات بديعة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد العصير اللي هو اقتصادي بزاف وكيجي منعش. غادي ندوزو باش نشوفوا المكونات. غادي نحتاجو 2 حبات ديال الخيزو، 4 الحبات ديال الخوخ، غادي نحتاجو السكر سنيده راه كيبقى على حسب الحلاوه. غادي ناخذ خيزو غادي نقيه، كيوجد بسرعه وما كياخذش معنا وقت طويل نهائيا. هنا من بعد ما نقيته غادي نغسلو مزيان وغادي نخليه بالقلب ديالو، ما غاديش نحيدو. غادي ناخذ واحد طنجره او اناء، غادي نقطعو فيه بهذا الشكل. تقدروا تخليوه صحيح الا بغيتو، انا غادي نقطعو باش ما ياخذش معايا وقت طويل، حيت هنا ما غاديش نسد عليه في طنجره الضغط. غادي نقطعو دوائر ونديرو في الاسفل، وغادي نزيد عليه الخوخ صاين بالقشره ديالو وبالعظم ديالو. غادي نزيدو سكر سنيده كيف قلت لكم، حلاوه على حسب الرغبه. تقريبا غادي نزيدو واحد الاطرو ديال الماء. غادي نشعل عليه البوطه. بالنسبه لي الوقت اللي خدا معايا انا هنا 20 دقيقه بالحساب. ما تبالغوش في الطياب ديال الخيزو باش ما يتغيرش ليه المذاق ديالو. هنا من بعد ما طاب غادي نحيدو العظم بسهوله، نحيدوه طايب حسن ما نحيدوه هو خضر، يعني غادي نضيعو من الخوخ، ماشي بحال هكا تيتحيد بسهوله. ومن الاحسن تحسبوا عدد الحبات ديال الخوخ اللي درتو وتحسبوا العظيمات ديالهم، باش ما تنساوش شي واحد تما يخسر لكم الخلاط. صافي هنا من بعد ما حيدت كاع العظيمات كيف ما كتشوفوا، غادي ندير هادشي في الخلاط الكهربائي. غادي ندير المكونات بجوج صافي وغادي نطحنو. هو راه كيكون خاتر بزاف وكيكون ثقيل كيف ما غادي نشوفوا معايا القوام. هانتوما كيف كيبان لكم فهو عاقد بزاف. غادي نبقى نضيف عليه الماء الكافي حتى نحصل على القوام اللي بغيت. من بعد مباشره غادي نصفيه. بالنسبه لي هنا الكميه اللي خدمت بها هنا 4 الحبات ديال الخوخ، 2 حبات ديال الجزر، عطاتني تقريبا 2 لتر من العصير. وبالنسبه للقوام نتوما اللي كتحكموا فيه، واش بغيتو يجيكم ثقيل اولا خفيف. هذا هو الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا. صافي هنا غادي نعمرو في القريعات. هنا كيف ما كتشوفوا راه باقي خاتر. بالنسبه لي انا هنا بغيت هذا القوام، بغيتوه يجيكم خفيف غادي نزيدو فيه الماء البارد. صافي وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي نديرها في القريعات. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال العصير اللي شاركت معكم اليوم. صراحه عصير كيجي لذيذ بزاف واقتصادي كيف ما كتشوفوا، ما فيش مكونات كثيره، وحتى اللون ديالو كيجي رائع وطبيعي بدون ما اننا نزيدو ليه ملون غذائي. فقط خيزو هو اللي كيعطينا هذا اللون. غير هو كنأكد انكم ما تبالغوش في الطياب ديال الخيزو باش ما يتغيرش ليه المذاق ديالو. وصلنا نهايه الفيديو، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.